طب عشاق المانجا بقى يجمعوا لي علشان تحلية النهاردة هتغير فكركم تماما عن التحليات الباردة. تحلية النهاردة بدون فرن ولا بيض ولا كريم شانتيه ولا كاستر ولا زبدة ولا أي مكونات مكلفة إطلاقا. النهاردة هنعمل معانا تحلية حرفيا بتبظ مانجا من كل حتة، فوق وتحت وفي النص تلاقي مانجا كده من كل حتة. التحلية دي لعشاق المانجا. هنعمل كوبايات كده ميكس بين الطعامة والسعادة والانتعاش. حطي لايك للفيديو واشتراك ومتابعة لو أول مرة بتشوفيني، وفعلي الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد. ونبدأ معانا أول حاجة بالمانجا. استخدمي أي نوع مانجا انتي بتفضليه، أهم حاجة يطلع معاكي مكعبات متماسكة. استخدمت عندي هنا المانجا النعومي. انتوا قلتولي على آخر فيديو النوع اللي أنا كنت مستخدماه مانجا نعومي، هي دي اللي أنا استخدمتها. قشرتها بتكون رفيعة كده والمانجية بتكون ملحمة، والأهم من كل ده إن بتطلع معاكي مكعبات، والمكعبات بتكون متماسكة وكمان طعمها مسكر حلو قوي. ببدأ إن أنا أقشرها بالقشارة أو بالسكينة حسب ما تحبي، وأبدأ إن أنا أخدها بقى. بصوا ما شاء الله البذرة بتاعتها بتكون رفيعة وبتطلع معاكي مكعبات حلوة قوي. فالنوع ده حلو جدا، استخدميه معاكي بقى لأي حلويات باردة، لأي تورت، لأي تزيينات انت حابة تستخدميها. بقطع بقى مكعبات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، أهم حاجة تكون متماسكة. استخدمت حباية واحدة من المانجا تقريبا وزنها داخل في نص كيلو. بعد ما أقطعها مكعبات بالشكل ده، تعالوا نجهز بقى الأساس بتاع تحلية النهاردة. معايا هنا 3 كوبايات من الحليب. الحليب عندي بدرجة حرارة المطبخ. 3 كوبايات من الحليب يعني نص لتر أو نص كيلو من الحليب زائد نص كوباية. استخدمي عندك نص لتر، لو هتعملي كوبايات أقل من اللي أنا عاملاها مفيش مشكلة. حطيت 3 كوبايات من الحليب وعليهم معلقتين كبار من السكر، معلقة كبيرة من النشا، وهستخدم معايا كيس أو باكو من بودرة الكريم كراميل اللي هو اللي موجود في السوبر ماركت. الكريم كراميل بيكون محلى وفيه السكر بتاعه، أنا بزود له السكر شوية. لو انت حابة تستغني عنه مفيش مشكلة. طب ضفت نشا ليه والكريم كراميل في النشا بتاعه؟ لأن أنا مستخدمة عندي 3 كوبايات من الحليب، والكيس الواحد من الكريم كراميل بيتدوب عندي في كوبايتين ونص أو نص لتر من الحليب. فزودت معلقة النشا علشان يبدأ إن هو يربط ويتماسك معايا كويس جدا. هقلب الكلام ده كله مع بعض على البارد. يبقى 3 كوبايات الحليب حطيت عليهم باكو من الكريم كراميل ومعلقتين من السكر ومعلقة كبيرة من النشا، وهرفعهم على النار لغاية ما الكريم كراميل يبدأ ان هو يغلي معايا. في الوقت ده هبدأ ان انا احضر معايا الكوبايات. حضري صينية، حضري كوبايات، كاسات المتوفر عندك، بس التحلية دي بتليق جدا كده في الكوبايات او في كاسات. انا كل تحلية بنعملها اقول لكم ايه الافضل وايه اللي بيليق معاها. هبدأ أول قاعدة أحطها عندي من تحت مكعبات من مكعبات المانجا كده اللي أنا مقطعاها. احنا هنحط المانجا في كل المراحل علشان زي ما قلت لكم تبقى بتبظ مانجا كده من كل حتة. حطينا أول قاعدة مكعبات كده من المانجا، وابدأ إن أنا أحط فوق المانجا، ودي اختياري، قطعة كده من البسكوت. عايزة أقول لكم لما باجي أعمل تحلية باردة، أنا مثلا محددة إن أنا هعمل النهاردة بالمانجا، مش باكون مرتبة لها خالص. بالاقي عندي مانجا، عندي بسكوت، عندي بواقي كيك، المتوفر عندي ببدأ ان انا اشوف ايه الطبقات اللي انا هحطها وايه المناسب ليها. يعني حرفيا ببدأ تصوير الوصفة ومش عارفة هحط ايه على ايه، بس في الاخر بتطلع تحلية في منتهى الجمال. حطيت معايا هنا بسكوت كسرته كده، قطعتين بسكوت في كل كوباية. طيب لو مش متوفر عندك بسكوت، لو عندك قطع كيك كده فانيليا انت كنتي عاملاها، او كيك كده بدأ ان هو ينشف معاكي، تقدري ان انت تستخدميه برضو، هيكون حلو جدا. حابة تستغني عن طبقة البسكوت في المرحلة دي مفيش اي مشكلة. طيب بعد ما كسرنا كده قطعتين بسكوت في كل كوباية، نزلت عليها بشوية برضو من مكعبات المانجا. هتقولولي انت كده مليت الكوباية، ما ده اللي احنا عايزينه. يبقى الكوباية اتملت عندي بمكعبات تحت من المانجا والبسكوت ومكعبات تانية من المانجا، علشان بعد كده هنملى بقى عندنا الكوباية بالكامل بالكريم كراميل اللي احنا بنقلبه معانا دلوقتي على النار. بيتقلب على النار لغاية ما الكريم كراميل يغلي عندك بالشكل ده. الكريم كراميل من الحاجات اللي مش بتتقل على النار اطلاقا، يغلي بس وكده تمام جدا. طب لو حابة تستبدلي الكريم كراميل بمهلبية النشا العادية او حتى الكاستر مفيش مشكلة، بس هتخفي القوام بتاعهم شوية. يعني 3 كوبايات الحليب هتستخدمي عليهم تقريبا معلقتين من النشا او معلقتين من بودرة الكاستر علشان يكونوا سايلين وتقدري ان انت تضيفيهم بالشكل ده
ويتغلغلوا كده جوه مكعبات المانجا والبسكوت. بس التحلية دي أفضل حاجة تليق معاها هو الكريم كراميل. طيب الكريم كراميل اللي بعد ما غلى بدأت إن أنا أنزله معايا لغاية ما مليت الكوبايات بالكامل. سبت تقريبا يا جماعة سنتي واحد بس على الوش، هقول لكم هنعمل فيه إيه دلوقتي. والكوبايات دي هبدأ إن أنا في فراغات كده من الهواء هفضيها علشان بعد كده التحلية يبقى شكلها حلو بعود خشب أو بأي حاجة، وأبدأ أسيبها تبرد على الرخامة. بعد كده أحطها التلاجة تتماسك عندي في التلاجة، يعني تقريبا نص ساعة كده الكريم كراميل يبدأ إن هو يتماسك، عشان نحط له بقى الطبقة الأخيرة خالص اللي هنفنش بيها كده الكوباية بمعنى أصح. جبت معايا بولة كده أو طبق وهبدأ إن أنا أحط فيها حوالي نص الكيس كده بتاع جيلي المانجا. جيلي مانجا عشان يليق طبعا مع التحلية اللي معانا النهاردة. هحط عليها معلقتين 3 كده من المية المغلية، تقريبا أقل من الربع كوباية بشوية من المية المغلية. أنا عايزة أفك بس كده جيلي المانجا لغاية ما الحبيبات بتاعته تدوب. يبقى استخدمت معايا نص كيس من جيلي المانجا وبسيب الباقي بستخدمه في أي وصفة تانية. وتقريبا دوبته في ربع كده كوباية من المية المغلية. المية تكون مغلية علشان تدوب معاكي حبيبات الجيلي. والكريم كراميل اللي طلعت الكوبايات من التلاجة زي ما انتوا شايفين السطح بتاعها خلاص تماسك، هو ده اللي انا عايزاه. تقريبا قعدت في التلاجة نص ساعة. ابدأ دلوقتي معلقة او معلقتين كده على الوش من الجيلي اللي انا مدوباه. فايدة الجيلي هنا بقى ايه؟ اولا بيغطي اي مكعبات مانجا على الوش، فبالتالي قطع المانجا دي مش هتسود ولا تدبل ولا يحصل لها اي حاجة. شكل وطعم وطبقة انتعاش كده مش قادرة اوصف لكم بقى الجمال. بصوا كده حرفيا بتنقل الكوباية في حتة تانية خالص. بس لو مش حابة ان انت تستخدميها او عايزة تكتفي بالكوبايات بتاعتك كده بالمانجا والكراميل، خلاص حلو جدا. هبدأ بقى دلوقتي ان انا ادخل الكوباية دي مرة تانية التلاجة لغاية ما تبرد تماما وطبقة الجيلي طبعا تتماسك عندنا، ونبدأ بقى ان احنا نطلعها ونقدمها. تقريبا قعدت في التلاجة حوالي 3 ساعات وكانت جاهزة معايا. تعالوا كده نتفرج معانا على جمال الكوباية. مش هقول لكم طبقات، هقول لكم بصوا يا جماعة المانجا متوزعة عندك في الكوباية كأنها مرسومة رسم كده، مش حاجة معمولة. اللهم بارك، شايفين الجمال وجمال الألوان ولا التحلية بقى وطعمها؟ مش قادرة اوصفلك. خدي كده الكوباية وانزلي بالمعلقة لغاية تحت، هتطلعي معاكي مكعبات المانجا مع قطع البسكوت اللي اتشربت كده من الكراميل والسوائل بتاعة المانجا نزلت عليها. اطلعي معاكي كده كملي بقية الكراميل، طبقة الجيلي المنعشة الباردة اللي فوق اللي ترطب كده على القلب. بصوا كل معلقة بجد حدوتة. جربوا الوصفة دي، متأكدة ان هي هتعجبكم 100%. سبق وعملنا وصفات قبل كده بالمانجا ولسه بقى اللي جاي كمان احلى واحلى. كل ما المانجا موجودة هعمل لكم بيها شوية وصفات باردة وخطيرة واقتصادية حلوة جدا. اتمنى الفيديو ان شاء الله النهارده يعجبكم. ما تنسوش حبايبي تعملوا لي لايك للفيديو واشتراك ومتابعة، وانتظروني في فيديو جديد ووصفات جديدة كل يوم ان شاء الله. مع السلامة.